السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة بقى جاية لكم بحاجة جديدة وحاجة بسيطة جدا. ده كله طبعا للمبتدئين، ازاي ان انا هوسع العباية. طيب انا بالنسبة للعباية اللي معايا دي انا مش هينفع اروح اجيب لون تاني، وفي الغالب اللون ما بيكونش نفس الدرجة يعني غالبا حتى لو نفس الدرجة بيكون باين. طيب طبعا بستشير الزبونة، انت عايزة توسعيها؟ طيب يعني هل ممكن ان انا اشيل لو العباية فيها حزام؟ هل ممكن ان انا اشيل الحزام ده واحطه؟ طب تمام، هي وافقت. طب لو ما وافقتش، انا طبعا في الغالب برضو العبايه بيكون ليها في الديل بتاعها تحت قطعه زياده، لو هي محتاجه تتاثر باخد القطعه الزياده دي، ولو هي حتى الرافيه الصغيره اللي تحت، وببدا ان انا افك الرافيه في رافيه ديت لو هي زياده طبعا وانا قصيتها. بنحاول ان احنا نوصل لحل مرضي يعني ولا نفترض مثلا هي مش طويله عليها قوي، هي بتقول لي لا انا عايزه اتنيها تانية بس واحده على التانية دي، يعني مثلا انا هتنيها تانية كده، التانية دي بس، هي عايزه تتنيها التانية دي بس. طب ايه الحل دلوقتي؟ طب ما هو انا مش عندي نفس القماشه اللي انت عايزاها، او ربما ما نلقاش نفس الدرجه بره او الكلام ده. طبعا هي لو هي مش عايزه وسعت، فبقول لها خلاص انت عايزه تتني نفس التانية دي، انا هشيلها لك على الاوفر، يعني انا هشيل الحته دي بالمقص خالص تمام، وببدا ان انا على الاوفر بمشي على الطرف خالص بحيث ان انا ما اخش كتير، واتني تانية صغيره على سن الاوفر، طبعا ده باستشارتها كل حاجه بقولها. طيب انا ببقى ملبوخه ساعه لما بتكون جاي لي الزبون او العميل، انا بكون ملبوخه جدا وما ببقاش مركزه وببقى متوتره لان انا مبتدعه. لا انا عايزاكي يكون اعصابك هاديه. ليه اعصابك هاديه؟ علشان تعرفي تشوفي الشغل اللي معاكي فيه ايه. ما هو انت طول ما انت متوتره وطول ما انت ملبوخه، طب ده غصب عنك. حاولي ان انت تهدي. وحاجه كمان، انت ما تشتغليش والزبونه موجوده. ليه ما تشتغليش طالما مبتدئه؟ ما دمت انت مبتدئه ما تشتغليش والعميل بتاعك موجود او الزبونه موجوده عندك. ليه؟ علشان هتكوني متوتره. حاولي ان انت كمان الوقت اللي تشتغلي فيه بس يا ميرو ما يكونش فيه اطفال زي ما انتوا سامعين كده علشان ما يوتروكوش يعني. حاولي الوقت اللي ما يكونش فيه اطفال جنبك او تكوني عارفه تشتغلي فيه. طيب زي ما قلنا ان انا هحاول ان انا اوصل لحل مرضي. امير اسكت يا بابا عشان بصور. يا حبيبي اطلع عند هنوده بره. يبقى ان احنا اول حل خدناه ان هو لو فيه طول من تحت. طيب تمام. طب ما فيش طول، ببدا ان انا اقول لها طب ممكن ان احنا نشيل الحزام لو في العبايه حزام. تمام، يبقى احنا كده وصلنا لحل مرضي. انا هنا العامله معايا هشيل الحزام ده. طيب هي مش عايزه تضيق العبايه، هي لو عايزه تضيق العبايه او هتعوز تعمل حاجه في العبايه كنت انا هاجي اخلص نفسي واقوم رايحه قصه من اول من طرف العبايه، وطبعا ده هيروح مع التضييق، فمش هعوز ان انا اعمل فيها حاجه. اما هنا صاحبه العبايه معايا مش عايزاها مش عايزه تتضيق، فانا هفك الحزام وارجع اعيد على الحته دي خياطه تاني، وابدا ان انا اخد الحزام تمام، وابدا ان انا هفك الحزام واحده واحده كده لحد ما افرده، وابدا ان انا اركبه في الجنب، وطبعا هتشوفوه معايا دلوقتي باذن الله تعالى. انا هنا اهو فكيت واحد والتاني اهو. بص هفكه ازاي. هاجي هحسس هنا هلقى الحته الحزام بتاعتي هنا تمام، الحزام اتخيط منها، هشيل غرزه من جهادي وغرزه من جهادي بحيث ان انا افرش كتير، وارجع ان انا اخيطه، ونفس الكلام تحت على اول طرف الحزام من الناحيه دي وطرفه من الناحيه دي، وهبدا ان انا بالقصافه كده. اذا خلاص انا شلت الخيط، الموضوع منتهي. حته خيط صغيره اهي حوالي سنتي ونص او 2 سنتي يعني مش فارقين تمام، وبشد الحزام خلاص ان انا بطلعه. طيب بالنسبه وانا بفك في حاجه اسمها فكاكه دلوقتي، بس انا طبعا في المكان اللي انا فيه فمش لاقياها، ان شاء الله هجيبها باذن الله تعالى. شفتها في فيديوهات كتير وشفتها مع المعلمه بتاعتي، باذن الله تعالى هجيبها واوريكم طريقه العمل بتاعها، اسهل من القصافه يعني في القص والكلام ده. هفك الحزام وهقول لكم هعمل ايه بعد كده. هفك الحزام وجنب العبايه. طيب انا هفك جنب العبايه منين قبل ما نقفل الفيديو؟ بص هبدا ان انا طب في اوفر هنا، الاوفر ده في اوفر اهو طبعا في العبايه، هبدا ان انا اعمل فيه بالمقص كده. لو احنا عايزين نفك غرزه بغرزه تمام مفيش مشكله،
عايزين نقصه بالمقص كده اسهل علينا، تمام برضو مفيش مشكله. طيب وانا ماسكه لازم اكون متاكده ان انا مش بقص جهتين مع بعض، او واخده حته من طرف القماشه التانية دي كمان لازقاها مع دي، فاجي اقص اقوم رايحه متهوره وقصه، اذا انا بوظت العبايه من النص او من الظهر او ايا كان. لا انا لازم اكون متاكده، بما ان انا مبتدئه فاقوم رايحه شايله كل الحاجات اللي تحتي وبراحتي خالص. لا انا لسه كده. بص الخياطه يعني ربنا سبحان الله العظيم من الحاجات اللي ساعدتني جدا في طول البال، يعني حاجه بص بتخلي يعني اعصابك لازم تكون هاديه جدا، ولازم يكون بالك طويل جدا. طيب انا قلت لك هنا لو هي مش عايزه تعمل حاجه في طرف العبايه هنا، اللهم صل وسلم على الرسول السلام. بصوا النقطه دي الاول وبعدين اشرح لكم حاجه بحاجه عشان الناس بتشتكي من الفيديوهات طويله. انا هبدا ان انا اقص. قلت اول حاجه ان انا لازم اتاكد ان تحت مفيش حاجه. طيب عايزه اقص كده ماشي عادي الطريقه اللي تريحك، بس اهم حاجه معلش يا قلبي، اهم حاجه عندي ان انا اكون متاكده وانا بقص. تمام. كمان حاجه انا لما باجي اسال العميله او الزبونه اللي معايا انت عايزه او شيء الوسع اللي انت عايزاه، هل انت عايزاه من تحت الدراع؟ هل انت عايزه من تحت الدراع ولا عايزه من يعني من الحته بتاعت الجيرو او تحت الباط دي، عايزه من اولها ولا عايزه الوسع من هنا؟ في ناس بتبقى الموضوع ماشي معاهم من هنا ضيق من عند تحت الدراع كده، فببدا انا من الدراع من هنا. وفي ناس حاضر يا ميرو ثواني. وفي ناس تقولك لا انا ضيقه معايا من منطقه الايه الجناب، انا مش الدنيا معايا من فوق مظبوطه، الا ان منطقه الجنب بقى والهانش والكلام ده بتبقى ايه ضيقه، فانا هبدا اوسع من تحت. انا هشوف المكان اللي هي عايزه توسع منه، مش هاجي اوسع العبايه كلها وارجع ايه اضيق بعد كده. انا هفك واظبط الدنيا ونيجي نركبها مع بعض. طيب هنا هتقولي لي ليه انتي قصيتي الاوفر بس وما قصيتيش الخياطه معاه؟ لان احنا عايزين 1 سنتي الناحيه دي و1 سنتي الناحيه دي، بحيث ان انا هركب معاه الحزام. طبعا الحزام برضو هاخد منه 1 سنتي وانا بركبه كده، لازم هيكون في حته زياده، لما انا هدخل بقى جوه العبايه كده ونشوه العبايه. لا انا محتاجه 1 سنتي الناحيه دي 1 سنتي الناحيه دي 1 سنتي الناحيه دي عشان اركب فيه. يعني ايه؟ يعني انا هشيل الاوفر بس الاسهل عليا، بدل ما اقعد افك كتير بشيله بالمقص ونخلص. وبعد كده لو انا عايزه افكه برضو هفكه، وبعد كده ببدا ان انا افك الخياطه دي واحده واحده. تمام. وبعد كده نركب نركب القطعه اللي عايزين نزود بيها جنب العبايه او نوسعها بيها. طيب انا هفك قد ايه او هعمل قد ايه؟ انا هعمل عندي هنا بطول القطعه اللي معايا، بطول قطعه القماش اللي معايا. ليه؟ لاني عايزاها واسعه، لو في اكتر من كده تمام. في ناس بقى تقولك لا انا عايزاها واسعه من المنطقه دي بس، عايزاها واسعه قد كده. طيب ازاي ان انا هحدد الوسع بتاعي؟ انا هنا طبعا الحزام ده او قطع القماش اللي معايا هي اللي حكماني. طيب ازاي ان انا هحدد الواسع؟ بنبص على الزبونه بنقولها، طبعا في ناس بتحب الهدوم تكون ايه يعني مجسمه عليها، وفي ناس بتحبها لا انا بحبها فضفاضه وواسعه. لو انا معايا حته قماش والدنيا براح معايا وانا اللي هقص واشوف، ببص اشوف ايه محتاجه قد ايه وسع. يعني انت محتاجه انت كده متضايقه منها، وفي الغالب الزبون ده بيكون جالك كذا مره، فانت بتشوفي الهدوم اللي هو عايزها. طب لو اول مره يجيلي انا هقصها قد ايه؟ بصي قصي وخلي فيها وسع. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا شايفه ان هي محتاجه العبايه تتظبط من كل جنب مثلا، اكيد مش هتدخل فيها الا لما ما تكون يعني هي طالما العبايه دخلت فيها والدنيا تمام بس مزنوقه فيها او ضيقه عليها، اذا هتحتاج حوالي يعني ان شاء الله مش هيكون اكتر من 3 سم الناحيه دي و3 سم الناحيه دي. تمام. طب لو هي محتاجه اكتر من كده او بتحب ان هو يكون اكتر من كده، اذا انا هقص اكتر من كده. طيب 3 سم ازاي كمان بعد الخياطه، بعد ما انا سايبه كمان 2 سم من الناحيه دي وسم من الناحيه دي، يعني حوالي 5 سم، يعني كل قطعه حوالي 5 سم. طيب وايه كمان؟ انا لما باجي اركب القطعه بيكون لها بوز من هنا. يعني ايه بوز من هنا؟ يعني بحط حته القماشه، هي الحته القماشه معايا اهي، هقول لكم هي كام سنتي بالظبط، هي حوالي 6 سنتي ونص، حوالي 6 سنتي ونص. طيب هعمل ايه انا هنا؟ باجي احط القماشه كده على بعضيها، يعني بتنيها بطبقها 2 كده. تمام. وباجي من الطرف ده من هنا كده بعمل يعني زي ما يكون ايه مثلث كده، يعني اهي معايا اهي. تمام. باجي من هنا من عند البوز كده، ما باخدهوش من البوز بالظبط هنا او من من المنطقه دي كده بالظبط كده واقص، لا بسيب فيها حوالي سنتي. تمام. حوالي سنتي من فوق سنتي من تحت، وابدا ان انا ايه اقص بالشكل ده. اه تمام. لما اجي افردها بتكون بالشكل ده.
هتكون معايا بالشكل ده، تمام، عشان وانا بخيط الخياطه تيجي مظبوطه معايا، وهنشوف ازاي دلوقتي. الفيديو طول جدا، معلش انا بعتذر على الوقت ده، بس يعني بالنسبه ان احنا ناس مبتدئه فبنكون محتاجين كل وقت ان احنا هنتكلم، كل كلمه المعلمه بتقولها الواحد لازم بينتبه ليها. فكل كلمه انا بقولها يا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتوا تاخدوها يعني محض الاعتبار وتعملوا بيها، ان شاء الله هتفيدكم كتير. طيب بصي هنا انا جايه الفكاكه اللي احنا قلنا عليها، ان شاء الله باذن الله تعالى اجيبها لكم باذن الله، وعشان كمان هي كمان تريحني. الفكاكه احنا بنحطها كده، تمام، وبتبدا ان هي تفك معايا. بصي انا بالنسبه ان انت مبتدئه ما تعمليش الحركه دي، تمام، ليه؟ عشان ممكن القماشه تتقطع معاكي، يعني ممكن تيجي تعملي الحركه دي تقوم رايحه القماشه قطعه معاكي من هنا. اما انا عشان شغاله فيها كتير، وكمان القصافه يعني خلي بالك جدا، القصافه طبعا بتبقى محاميه زي المقص، يعني يعتبر زي المقص، فعشان ما تجيش تفكي تقومي رايحه قطعه القماشه معاكي. يبقى احنا ان شاء الله باذن الله تعالى لما تكوني متمكنه هتعملي القصافه كده، انت بتبقي عارفه القصافه ماشيه على الخيط ولا ماشيه على القماشه نفسها. في فكاكه هبقى اجيب لكم صورتها وانزلها، او باذن الله تعالى لو رحت اي مكان هجيبها واوريها لكم. بتسهل على الواحد، يعني بتدخليها خلاص بتمشي في لحظه بتكوني انت فكيتي الخيط ده. اتمنى ان كلكم تسالوا عليها يعني. والفيديو ده انا بعتبره فيديو تعليمي. يعني ايه فيديو تعليمي؟ يعني انا دلوقتي بشرح حاجات معينه. ممكن واحده دلوقتي داخله انا مش حابه ان انا اقعد اسمع الكلام ده كله، انا عايزه الخلاصه والمفيد. طيب بالنسبه للخلاصه والمفيد، خلاص انا بعد اذنكم انا هقفل الفيديو ده. انا دلوقتي حطيت يعني شرحت فيه كذا نقطه، واللي انا عايزه والاهم دلوقتي عندي من كل حاجه ان احنا نشتغل بالراحه وبهدوء. الخياطه عايزه تأني، لان يعتبر الفك مش يعتبر، هو حقيقه الفك اصعب من الخياطه بكتير. ان انت تقعدي تفكي اللي انت عملتيه ده بيزهقك، فعشان تتأني وعشان يعني زي ما احنا بنقول تربي زبون ويجيلك ناس وتكوني متأكدة وواثقة من نفسك، اشتغلي في القطعة نص ساعة، اشتغلي فيها ساعة بس طلعيها مظبوطة. بعد كده ايدك هتاخد على الكلام ده والشغل ده، وهتكون ايدك خفيفة، بس هتكوني بقى كسبتي اشخاص بيجولك على طول، عارفين ان دي شغلها نظيف، عارفين ان هي ما بيطلعش تحتها ولا غلطة. طيب انا لو جيت اعمل حاجة للزبونة ولقيت ان العبايه انا بعد ما هي مشيت جيت اعملها، لا انا حاسه ان لا الطول مش مظبوط، لا انا حاسه ان في حاجه غلط، ما تقصيش، اصبري لما هي تيجي. هتزعل؟ لا مش هتزعل، مش هتزعل ان انت اتاكدتي، ان انت تتاكدي، خليها تقيسها مره تاني. طب انا قصيت بس مش عارفه، انا لو تنيت تانية في تانية، طبعا انا مبتدئه تمام، فانا مش عارفه انا لو تنيت تانية في تانية هي هتكون مظبوطه عليها ولا لا، ولا اعملها اوفر واتنيها تانية واحده، ولا اتني تانية كبيره ولا اتني تانية صغيره. طب في الحال في الوقت ده هعمل ايه؟ خلاص انت متاكده من الحجم اللي هتقصيه، او من القدر اللي انت هتقصيه من العبايه او من الشميز او ايا كان، متاكده منه، خلاص اتفضلي قصي واستنيها لما تيجي قبل ما تقصري وقبل ما تعملي اي حاجه ان هي تقيسها كمان مره. ولو في امكانيه ان انت بعد ما تخلصي العبايه او تخلصي القطعه اللي في ايدك ان انت تخلي الزبون يقيسها تاني قدامك قبل ما يمشي، بحيث ان هو يكون متاكد منها، يا ريت تعملي كده. حاجه تانية كمان، لازم يكون عندك ثقه في نفسك وفي شغلك، انت متاكده ان انت اشتغلتي صح. طيب ما تجيش بقى الزبونه تقعد تطلع لي مثلا ايه، تقول لي لا دي معموله كذا، ولا انا ايه ده، لا ده ما طلعش زي ما انا عايزه. اقول لها حبيبتي انا عملت الشغل مظبوط، مش معنى كده ان انا اكشر في وشها، لا احنا بنكسب ناس، احنا عايزين نكسب اشخاص تجيلنا. فانا هحاول ان ابلع، حتى لو انا متضايقه هحاول ان انا ابلع ضيقي وغضبي اللي جوايا منها، وابدا ان انا اتعامل معاها بصدر رحب، بحيث ان انا يكون ليا مكانه في وسط الناس، وفي نفس الوقت اكون برضو حافظت على نفسي. طيب احنا ممكن نجد حلول تانية. واحده قالت لك مثلا لا العبايه جت قصيره، مفيش اي مشكله حبيبتي، هي متنيه تانية في تانية، فانا هبدا افك لك تانية واعملها لك تانية واحده، او اقصر التانية في تانية دي، تمام. لا العبايه جت ضيقه، مفيش اي مشكله، ما انا ما بقصش على الاوفر ولا باخد على الاوفر الا لما بتاكد ان هي خلاص مظبوطه عليها، تمام، الا اذا لو انا متاكده 100%. طيب النهارده انا كده خلصت الشرح في النقطه دي، ان شاء الله بقى استنوني في فيديوهات تانية باذن الله اشرح لكم فيها نقاط تانية متعدده. الفيديو اللي بعد كده هنزل فيه طريقه عمل توسيع الجناب على طول مباشره بدون اي شرح، بحيث الناس اللي بتبقى داخله لا انا عايزه اخد المعلومه، مش عايزه شرح كتير ولا عايزه كلام كتير. بالتوفيق يا حبيباتي.